خويا انا الفصة عندي فاتت شهرين ومازال صغير. ما انت كيف ما كتشوف فصة مازال صغير، وغير الحشائش والاعشاب المدهون كما كتشوف هو لا طوال. واش مازال نبقى صابر نسقي فيها حتى الطوال هي ولا شنو ندير؟ خويا انا الفصة باقا صغيرة وشهابت، واش ممكن نبقى نسقي فيها ونتسنى حتى الطوال عاد نحصدها؟ باش عرف اخويا الجواب خليك معنا في هذا الفيديو، ما عندك فين تمشي. دابا ان شاء الله غادي نجاوبك على الاسئله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بدايه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد. اخوان السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد ليكون غني بالمعلومات كالعاده. وبدايه عيد مبارك سعيد مسبقا علينا وعليكم بالصحة والسلامة ان شاء الله. نبداو بهذه الفقرة الأخيرة ديال الفصة، الحصدة الأولى ديال الفصة. كيف ما كتشوفوا هذه مثال حي على الفصة. الحصدة الأولى انت الفصة كتكون مازال صغيرة، انت على قد اليد الفصة هاهي، يعني اللي تحصدها ما عندك ما تحصد. هنا كنشوفوا المدهون وكنشوفوا هنا مازال العصيح، انت ديال محصوده حصده وحده. باش نوضح لكم هنا ديال الحصده الاولى كيكون هنا ربيع بزاف طالع الفوق، والفصه كتكون صغيره. انت الفصه هي مازال صغيره، الفصه غير لتحت وكتكون فايته واحد الشهرين. لذلك فالناس الدائما اللي كيسولوني فانا دائما كنقول لهم حصدوا ديك الحصده الاولى قد ما حصدتي عندك باح. خاصها تكون الفصة واحد شويه باينه بحال توصل ماكسيموم ديالها انها توصل واحد الشهرين، فخاصك تحصدها. علاش الفصة ما كطوالش النوبه الاولى؟ حيت كيكون مزاحم هاد الاعشاب والحشائش ما كيخلوهاش طوال، وفي نفس الوقت هي كتكون باقا صغيره، باقا ما عندهاش الجدوى ديالها اللي طالقاها من التحت باش تستافد من الماء ومن داك مازيا ولا داك الام بي. كمهم ديك المواد اللي كتساعد في النمو ديالها. فهي كون ما كتحصدها النوبه الاولى كتحصد هذيك الفصة كتحصد، فهي كتضاعف الانتاج ديالها، وفي نفس الوقت كيحيد لينا هاد المدهون وهاد الاعشاب اللي كيكونوا معها. وحنا دابا مقبولين على الصيف، فالناس بدات كتحصد باش تولي تبالي وتبيع. هادشي ما كان اخوان. فبعد المرات واحد التعليقات ما كتلقاش بحال كيفاش غادي نقول هذيك الكيبورد ما كترتاحش، ما كتشرحش الناس على خاطرك، فكتكون الفيديو هو اللي باش ممكن تشرح مزيان للناس. هذا هو الجواب على انك تحصد الفصة. فملي كتكون هايك الفصة ما طوالش اخي الكريم، ما طوالش هاد الفصة عندك، ما داش طوال وادا حدها، فافضل حاجه هي تصايح فيها شنعاج. عندك شنعاج ديالك اولا تكالش مول غلم فكيصيحوا النعاج ما كيخليو حتى شي حاجه. هاولا ممكن تحصدها دوزها من تما بحال تحصد هذاك المدهون اللي معاه وداكشي. ودابا ننتقلوا الفصل الثاني من الفيديو، فخليكم معنا. نفس الفصل الاول كتجاوب عليه في الفصل الثاني. اما اخوان فيما يخص الفصة اللي كتكون كبيره يعني في العمر ديالها، عندك اكثر من عام في العمر ديالها، سواء كتكون طويله او لا ما طويلاش، كتبدا تشوف انها كتشهاب بحال هكا كتشهاب الفصة. فكيفاش شنو المسببات ديال هاد الشهوبيه؟ هاد الفصة ملي كتشهاب بحال هكا يعني وادا حدا. باش تبقاو عاقلين على مزيان انا نتفت لكم كتكون بحال هادشي، سواء كانت طويله او لا مازال صغيره. شنو كيسبب هادشي؟ تشوفها هي محروقه من هنا كتكون بدات تشهاب، فكتكون اول حاجه كتكون ممكن الدوده هي اللي دارت لها هادشي. كتاكلها من الفوق ما كديرهاش فيها، كتكون مداواش فكتبقى بحال هكا. فهي ما كتبقاش طوال، كتولي غاده لتحت كتحتحت كتولي بحال هكاك. اولا السبب الثاني كتكون مسقيتيهاش واحد الوقيته في نفس الوقت باش تعرفوا هنا انها ما بقاتش
هكا طوال. فهنا كنشوفو هنا ها هي دابا الفصة الكبيرة. هاد البلايص هاد الكويرية من هنا محسوكة، حسكها مولاها حصدها. فكنشوفها هي ولات في الطول ديالها تقريبا. ها هي الطول ولات في الطول ديالها هنا. ها هي باقا مزيانة. هاد الخلفة هي خضراء، اما الاخرى ها هي شهبة، كتولي شهبة مكتبقاش طوال. والدليل انها ها هي تشوف الخلفة دايزة من تحت، مكتبقاش تخلف، مكتبقاش طوال. ها هي الخلفة دابا فين جاية. الخلفة دابا ولات جاية من الجدة ديالها طالعة، اما ها هي الاولى. فها هي كيف ما كتشوفها هي ما بقاتش غادا طوال، كدا تكام الورق ديالها كيبدا يتكام بحال هاد الشكل. فما كتبقاش طوال، كتبدا طالعه الخلفه من التحت، يعني حتى كتضيع هاد الحصده. سوا كانت الفصه طويله سوا كانت مازال صغيره، كانت صغيره ولا طويله. المهم اللي بدا في هاد البياض تبدا بحال هكا، يعني صافا حصده ولا صحفه اي حاجه درتيها لها. المهم تحيدها باش تستافد من الخلفه الثانيه قبل ما تبدا ان الخلفه هي كتبدا تطلع معها من الجنب، كتولي ما مستافد لهاديك لهاديك. هادشي ما كان الاخوان في هذا الفيديو. والقناه ديالنا طايحه 3 سنين تبارك الله دابا باش فتحنا هاد القناه ولنا نحطوا الفيديوهات في هذا المحتوى. لذلك القناه مازال طايحه. كنطلبكم بالبارطاج الاخوان، شاركوا مع الاصدقاء ديالكم في فيسبوك، في مواقع التواصل الاجتماعي، شاركوا معهم القناه باش تكبر ونزيدوا ان شاء الله نجتهدوا ان شاء الله. وتفاعلوا مع الفيديو. المهم تابوني شي تابونا دير جيم باش طلع الفيديو لصحابك وحدين اخرين. المهم التفاعل الاخوان، كطلبكم التفاعل. عواشة مباركة بالصحة والسلامة، ونشوفوا ان شاء الله فيديو جديد. بسلامة عليكم، شكرا على المشاهدة. ولا كنت وصلتي هنا هذه النقطة فتحية حالك بزاف من القلب، والى اللقاء.